السلام عليكم، مرحبا بكم في بيتكم وقناتكم علم مطبخ رشا تسنيم ورشا بريستيج. اليوم نقدم معكم واحد الكاطو رائع ومميز جدا جدا. الاسم ديالو غويال تخوا شوكولا، كتجيب تخوا ديال لي شوكولا. صراحه كتجي لذيذه، حنا غنصايبوها في الدار. تابعوا معايا المقادير والوصفه وتبعوا معايا من الاول للاخر باش تنجح معكم الوصفه ان شاء الله. بالنسبة للمكونات غنحتاجو الجينوازي الأولى نصايبوها. غنحتاجو فيها 3 ديال البيضات يكونوا حجم كبير. غنحتاجو نديرو سكر سنيدة 170 غرام و50 غرام ديال الدقيق الأبيض، وغنحتاجو مايزينا 10 غرام، وبالنسبة للكاكاو 15 غرام، ورشة ديال الملحة، وفانيلا بطبيعة الحال. بالنسبة للفانيليا تيبقى ليكم الاختيار، غير هي كل ما كمل كانت كمية مزيانة كتكون مزيان. بالنسبة لهاد المكونات غنقسموهم على جوج، كاينين نواشف وكاين بالنسبة للمرانغ. هنا غنديرو المرانغ هو الاول، تناخدو البيض والسكر سنيدة والفانيليا وملحة، رشه ديال الملحة، وكنطربوهم كاملين تيطربوا مزيان. من بعد كنضيفوا ليهم النواشف اللي هي الدقيق والمايزينا والكاكاو. كنديروا الصفايه طبيعه الحال باش ما تكونش شي حاجه متكتله لينا تماكن. ومن بعد كنبداو نحركوا كيف تشوفوا معايا من اسفل للاعلى، تنحركوا بهذه الطريقه هذه باش ما ينزلش معنا المرانك. من بعد ما خلطنا هاد الجينواز هاد الكيك، تناخدو ورق الزبده مع الاطار اللي غنستعملو. انا هنا استعملت الاطار ديال 36 على 26. الا بغيتو ديروا نص ديال المكونات كديروا الاطار 26 على 18، يعني كتديروا واحد الحلوه نص ديال هاد المكونات وفي النص ديال هاد الكادر هذا. ضروري ضروري من ورق الزبده، ما تنساوش. وبالنسبه للكادر اللي درت انايا 36 على 26. صافي تنسرح هذا الخليط هذا بواحد بسباتولا وتن نحاول نضغط واحد الضغيطات، يعني جوج خبيطات هكا. ومن بعد كنطيب الكيك في درجه حراره 170 على 10 دقائق. 170 درجه. كنشعل الفرفاره وتندير 10 دقائق. دابا بالنسبه للطبقه المقرمشه غنحتاج فيها 200 غرام ديال اللوز محمر ومهرمش. غنحتاج 100 غرام ديال البخاليني ديال اللوز. بالنسبه للبخاليني ديال اللوز انا صايبته. دابا ان شاء الله نحط لكم عما قريب فيديو طريقه ديال كيفاش نصايبوه في المنزل بلا ما نشريو، تيجي لذيذ بزاف واقتصادي احسن من اللي كيتباع برا. وغنحتاجو كذلك هنا بالنسبه للشوكولا، ممكن تستعملوا اي نوع ديال الشوكولا في الطبقه المقرمشه. انا استعملت شوكولا ديال اونغوباج 100 غرام. وهنا غنستعمل كذلك 50 غرام ديال الزيت، زيت نباتيه، زيت اللي كنطيبوا بها. هادو هما المكونات اللي غنستعملو في الطبقه المقرمشه فوق من هاد الكيك هذا. هنا أنا خديت الشوكولات ذوبته هو الأولاني باش كنسهل عليا الخدمة. ذوبت الشوكولات في حمام مريم أو ميكروون اللي بغيتو. من بعد كنضيف ليه الزيت باش هداك الزيت يبرد لينا شوية داك الشوكولات. ممكن تذوبوا الشوكولات والزيت في دقة واحدة، غير هي أنا تنفضل أنكم تذوبوا الشوكولات هو الأول باش ديروا معاه الزيت. من بعد ما كن باش كيبردوا تينقص من الحرارة ديالو بزاف، ما تيبقاش سخون. من بعد كنضيف ليه داك البخاليني. كي شفتوا معايا البخاليني اللي كنصايبو ماشي بحال البخاليني اللي كيتشرى، اللي كنصايبو تيجي عاقد هكا وقابط راسو. اما داك اللي تنشريو تيكون عامر غير بالزيت، تيكون فيه كميه قليله ديال اللوز وما تبقى غير الزيت والسكر. اللهم نصايبوه. غير هي ان شاء الله نجيب لكم الطريقه الصحيحه باش تصايبوه بخاليني يجيكم ناجح ولذيذ بزاف. ومن بعد كنضيفوا داك اللوز كيف شفتوا معايا. صافي انا حصلت دابا على الطبقه المقرمشه. فهاد الحلوه هذه ما درتش ماشي بحال الحلوه اللي درت شحال هذه، درت فيها الفيوتين. هنايا درت غير اللوز. يعني الا رجعتوا للفيديوهات القدام ديالي غتلقاني صايبت نفس الحلوه بطريقه اخرى، غير الطريقه هذه ما فيهاش، فيها كميه اكثر ديال اللوز والفيوتين ما درناش. صافي تنوزع داك الخليط ديال الطبقه المقرمشه فوق الكادر فوق الجينواز مباشره. والجينواز عندكم تسقيوها ما كتسقاش، ممكن تسقيوهاش نهائيا. ودابا غنصايبو كريم اونغليز. بالنسبه للكريم اونغليز كنحتاجو 600 غرام ديال الحليب، 150 غرام ديال الصفر ديال البيض، وغنحتاجو 150 غرام ديال السكر سنيده، وغنحتاجو رشه ديال الملح وفانيليا، وغنحتاجو 7 ديال الوراق ونص ديال الجيلاتين.
هادو هما المكونات اللي غنخدم بيهم الكريم اونغليز لهاد الحلوى هادي. هنا تناخدو داك الحليب تنديرو ليه الفانيليا ورشة ديال الملحة، نديرو فوق البوطات يسخن، وتناخدو الصفار ديال البيض مع السنيدة، تنخلطوهم بالطراب اليدوي، المهم نميلونجيهم مع بعضياتهم حتى صافي ديك السنيدة تنحسو بها بحال دابت، ما نطربوهاش غير نخدموها بيدينا. ردوا البال حنا ما بغيناهاش تطرب. المهم حقاش السكر حتى هو عنده واحد الدور كبير أنه راه كيطيب البيض. المهم حنا دابا تنخدمو بالسكر، ومن بعد يكون سخن شوية داك الحليب، تنبقاو نضيفو الحليب بدفعات بشوية بشوية وحنا تنحركو. يعني راه باش البيض ما يطيبش، ردوا البال ما تسخنوش الحليب بزاف، غير دفيوه، غير دفيوه. إلا سخنتوه غيطيب ليكم داك البيض وغيتكتل وغادي يولي مجموع، حنا ما بغيناش يتجمع. صافي من بعد كنرجعو كلشي فوق النار، وكناخدو معنا الترمومتر ديالنا وتناخدو باش نحركو نستمروا في التحريك. وفي هاد الاثناء هادي قبل ما نديرو فوق البوطه تنديرو وريقات ديال الجيلاتين في الماء بارد. ردوا البال الماء بارد ما يكونش سخون، والا غيذوب لكم داك الجيلاتين ما يبقى فيه والو. حنا بغينا غير نرطبوه، مبغيناش نذوبوه. وإلا خفتو منه يذوب ليكم ديروه يطرطب هكا في الماء بارد وحطوها في الثلاجة. الا حطيتيه في الثلاجة بالماء ديالها بكلشي ليها راه غيبقى هكا، ما غاديش يزيد يذوب كثر. المهم حنا بغيناه يذوب وصافي، ما بغيناش يذوب، بغيناه غير طاب. المهم من بعد نرجعوا للكريم اونغليز ديالنا. الكريم اونغليز كنستمروا في التحريك والترمومتر قدامنا. تردوا البال ملي توصل لدرجه الحراره منين ديك الساعه كتردوا البال مزيان، تيبقى لكم غير شي شويه وكتحيدوه. انا حيدته على 84 درجه، ما تفوتوش 84. الا وصلت 85 يقدر يتكتل لكم داك البيض، بحال تيطيب، بحال تيولي بحال البيض، بحال الحليب رايب، بحال المهم تيولي فيه نقيطات بحال الحبيبات، بحال النقيطات. ما كنوصلوش لديك الدرجه، ولكن في حالة إلا وصل لكم الكريم اونغليز لديك الدرجة كتميكسيوه بالميكسور. من بعد كنجيو هنايا الشوكولا، تناخدو شوكولا، تنديرو 3 الانواع ديال الشوكولا كل نوع في باسينه. تناخدو ديال كل شوكولا اولي، شوكولا نوار وشوكولا بلون، شوكولا ريش يكون ماركه زوينه. وتناخدو داك الكريم اونغليز تنقسموه على 3. عندي 750 غرام ديال الكريم اونغليز، الا قسمنا على 3 غتعطينا 250 غرام. المهم انا هنايا درت الميزان ماشي عيني ميزاني. تنصب كميه ديال الشوكولات، كنكب فوق منها كريم اونغليز، من بعد كنخلط بالطراب اليدوي الميكسور، نعاود نحرك وصافي تيولي عندي الكريمه جاهزه. هنا هما الكريمات. هاد الكريمات ممكن نستعملوهم بحال الشكل ديال لانسيغ وسط لي غاطو، راه تيجيو تاني زوينين. حنا مازال هنا غنستعملوهم في لاموس، غنديروهم بحال الشكل ديال ليموس. هنا بالنسبه للشوكولا بلون ما غاديش يبغي يذوب لكم مزيان، ردوا مع البال. ضروري الميكسور. شوكولا اولي راه ساهل شويه، شوكولا نواغ ما غنستعملش الميكسور نهائيا، دغيا داب ليا تبارك الله غزال. انا استعملت لا مارك ديال كالبو، نتوما استعملوا اي مارك بغيتو، المهم الشوكولا يكون فيه الكاكاو، النسبه ديال الكاكاو تكون كثيره، يعني شي شوكولا يكون لذيذ بنين باش الحلوى كتطلع معكم زوينه. اما الا درتو الشوكولا رخيص الحلوى ما غاديش تجي بنينه، غتجي راه الشكل تيبان ولكن البنه والو. هادشي علاش تنصحكم دائما خذوا الشوكولات يكون ماركه مزيانه. هيا الشوكولا نوار، شوكولا بلون، شوكولا اولي، 3 ديال انواع ديال الشوكولا. هنا غناخذوا السلوفان البلاستيك الغذائي ونغلطيوهم من الفوق وغنحتفظوا بهم باش يبردوا. الا كان الحال بارد احتفظوا به مع برا المطبخ، ولا كان الحال سخون ديروهم في الثلاجه واحد شويه ودوا البال، ما تخليهمش بزاف، حنا بغينا غير يبردوا، ما بغيناهمش يقصاحوا. من بعد ما بردوا لينا الطبقات ديال الشوكولات، انا استعملت هنايا الطبقه الاولى اللي غنخدم بها هي الطبقه ديال الشوكولا نوار. هنا كندير 300 غرام ديال الكريمه السائله. استعملوا النوع اللي بغيتو، ما كاينش شي نوع محدد، ممكن تستعملوا حتى داك ديال العبار كتجي زوينه بزاف. كنطربوا داك الكريمه نص تطريبه، يعني بحال نقول لكم تنخليوها غير شي شويه، تنقولوا ليها سومي مونتي، يعني ما طالعاش مزيان. تنخلطوها مع هذيك الكريمه اللي درت ديال الشوكولات، وتنبقى كيف شفتوا معايا تنحرك من التحت للفوق بحال ميلونجيها مع بعضياتها. ومن بعد تنحصل على واحد لاموس. هاد لاموس هذا هائله بنينه بزاف بزاف. كنسرحها فوق الكادر كي شفتوا. الكادر راني ديجا منين درت فيه الطبقه المقرمشه درتو في الثلاجه في الفريغو باش قبض راسو مزيان وقصاح.
من بعد كنسرح فوق منه هاد لاموس هادي، تنخبطها شويه وتنقادها باش تشد لا فورم ديالها، وتنديرها في الفريغو. دابا تنجي للطبقه الثانيه غندير لاموس بلون، يعني الشوكولاته البيضاء. بعد ما بردت ليا تماما تنخلط هذاك الكريمه نص الضريبه، كيف شفتوا معايا راه ما طالعش بزاف غير شي شويه، وتنحرك من الاعلى للاسفل يتميلونجا مزيان هذاك لاموس. ومن بعد كنصبها مباشره فوق من ديك الطبقه. كي شفتوا راه قصاحت شويه، واخا راه بقاو صبيعاتي تيبانوا تما، المهم راه شاده راسها. ضروري ديروا تحت من تبغيو تصبوها، ديروا تحت من سباتولا تحت منها ولا شي حاجه، وغديروا غير هاد الطريقه اللي درت انا، هي كتمشي لراسها وكتشد بلاصتها. هادشي باش ضروري ما نطلعوهاش الكريمه مزيان، ديريو سومي مونطي فقط، يعني كنطربوها غير شي شويه وتنصبوها فوق من داك الكريم. سمحوا لي بزاف الفيديو راه شويه مزروب ولكن راه باين كلشي باين. خاصكم غير تجيبوا قدامكم هادوك لي شوكولا منين تاخذوهم، انا حط لكم ان شاء الله المكونات في صندوق الوصف. حطوا قدامكم هادوك 3 ديال لي باسين، 3 ديال الطويصات هكا، وغديروا فيهم الشوكولات 3 الانواع 250 غرام في 250 غرام في 250 غرام، والكريمه تنصايبوها وكلشي كيكون ساهل. دابا غنمشيو للكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج 150 غرام ديال الحليب، غنحتاجو 10 غرام ديال الجليكوز، وورقه ونص ديال الجيلاتين، وغنحتاجو الشوكولاته بالحليب نوعيه ممتازه كيف الشوكولاتات الاخرى اللي درنا 300 غرام ديال الشوكولاته. المهم هنا تناخدو داك الحليب مع الجليكوز نديروهم فوق النار تنسخنوهم، تنديروه بحال تيغلي، هو ماشي تنخليوش حتى تيغلي غير شي شويه، بحال نقول لك تيسخن ويسخن مزيان اللي غيذوب لينا الشوكولاته. هنا تناخدو الشوكولات كنحطوه في واحد المول اللي غادي نقدروا نميكسيو فيه، كنضيفوا عليه داك الحليب سخون، وكناخدو معاه الوريقات ديال الجيلاتين ورقه ونص بعد ما رطبناهم، وتنميكسيو كلشي في الميكسور. صافي تيولي عندنا كلاصاج جاهز واجد. بالنسبه للميكسور ميكسيو يكون الميكسور لتحت باش ما يديرش لكم فقاعات. إيوا من بعد حيدت الحلوة ديالتي من الكادر، وهذا هو الشكل ديالها النهائي. راني درت لكم فيديو زروب بزاف، عرفتي راه الفيديو كانت فيه تقريبا شي ساعة ونص، خليت فيه يلاه 13 دقيقة باش ما يجيكمش طويل بزاف. هذه هي الكاطو بعد ما حيدتها من بعد ما درتها بعدا في المجمد. على الأقل تبات ليلة كاملة، من بعد تتقطعوها بالصحة والراحة وتتذوقوها باش ما بغيتو. صراحة كتجي رائعة بنينة بزاف بزاف. إلا جيتي تشريها من باتيسري طريف واحد خصك ليه 18 درهم حتى ل 20 درهم. صراحة صايبوها في الدار. تبعوا معايا الطريقة، رجعوا الفيديو الأولاني اللي كنت درت طريقة أخرى، هذه طريقة وتاخرى طريقة حتى هي زوينة وبالصحة والراحة. وكيف العادة غنقول لكم اللي ما مشتركش معايا في القناة مرحبا بكم في القناة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتنتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، مع السلامة.